جلالة الملك، تتمناك تكون في صحة جيدة. أنا بصراحة ما عمرني متوقعت نصيفط لك الميساج، ولكن كوفيد 19 ودونالد ترامب تيهضروا الناس اللي ما تيهضروش. إلا لاحظتي دغيغمون المغرب كامل توجه رسائل الملك المغرب محمد السادس، وما توجههاش للحكومة وما توجههاش للجهات المختصة. وتنظنوا حنا كمغاربة عارفين علاش، لأن الشعب المغربي فقد الثقة ديالو في الحكومة، وفقدها أكثر في هاد الجائحة ديال كوفيد 19 للحكومة ما برهناتش على الكفاءة ديالها، ما برهناتش على اليقظة ديالها، وما برهناتش على التوازن ديال الناس واحترام الفقير والضعيف والناس اللي مسهل عليهم الله. ما دارتش الفرق. هاد الشيء هذا خلق غضب شديد في المغرب، كما تنشوفوا الناس في الشارع اللي تيقلبوا على باش ياكلوا، اللي تيقلبوا على باش يخلصوا الموضوع، اللي تيقلبوا على باش يخلصوا الكراوات ديالهم، واللي ديجهم ساكن تيقلبوا غير باغي يدخلوا ولادهم المدرسه وما لاقينش. واللي زاد كما تنقولوا بالعربيه ديالنا الطينه بله، هو ان البرلمانيين في الوقيته اللي العالم كامل في ازمه كبرى، ازمه ماليه، ازمه اقتصاديه، ازمه نفسيه، ناض البرلمان المغربي باغي يضمن التقاعد ديالو. كيفاش العالم كامل الحكومات ديالو تتقلب على كيفاش تعاون الشعب ديالها، وكيفاش تزيد بالايكونومي القدام، وكيفاش تساعد هذيك المقاولة الصغيرة. بالعكس، البرلمان ديال المغرب والحكومة تيقلبوا على التقاعد ديالهم يتضمن لهم. هذا خلق مشكل كبير وكبير جدا، والمغرب ما خصو حتى شي مشاكل دابا اللي عندهم مساكن كافيهم. بلي تندوي على التقاعد ديال البرلماني ولا وزير، وتنشوفوا شحال ديال الفلوس تيديروا دابا، وتنشوفوا شحال ديال الامتيازات، وتنشوفوا شحال ديال الفرص عندهم باش يكونوا اغنياء اللي ما عند الشعب كامل. ونساو هذاك الشعب الفقير اللي واحد لابارتي كبيره منه المعاشات ديالها هشه، العسكر، الانفيرمي، الجماعات، اصحاب لابوست، بزاف الشغيله في القطاع العام المعاشات ديالها منحطه. وتنعرفوا بان شي وحدين المعاشات ديالهم ما تيخلصوش لهم حتى الكرا دابا. وناض هذا السيد اللي سميتو ازامي، وسمح لي انا غلطت في الاسم ديالو، تيقول للناس بان حنا غنتحداوكم، وبان حنا ما غتخلعوناش، وبان نتوما تتقولوا لينا حنا تنديروا الفلوس وحنا ما تنحاسبوكمش على فلوسكم وما تنعرفوكمش شحال تديروا. وتيقول لهم واش بغيتينا نخدموا فابور، وتيقول لهم حنا الحكومه ديال المغرب واقفه بالبرلمان ديالها، بالحكومه ديالها، بالوزراء ديالها، بالعمال ديالها، بالجماعات ديالها. اوكي، ماشي مشكل، حنا غنصنتو لك مزيان
وبالك تيقمع في الشعب المغربي وباغي يستعمل القانون ضده باش ما يبقاش يدوي على حقه وما يبقاش يدوي على فلوسه، لان هذاك السيد ولا الحكومه كامله تتخلص بالضرائب ديال الشعب. غادي نهضروا على هذا السيد هذا. هو بعدا حتى شي واحد ما قال ليه بغاوك تخدم فابور تتخلص. هما تيدوي على المعاشات ديالك، لان المعاشات ما يمكنش تخدم 5 سنين و 10 سنين و 15 عام وتاخذ المعاش احسن من اللي خدموا 20 و 40 و 30 عام تياخذوا 1000 درهم. هنا كاين اشكال. هما ما قالوش ما تخلص، بغاوك تخلص، غير تخلص ولكن بحدود. ندوي على حتى واحد ما تعرفهم شحال تيديروا. هذوك الناس ما تيتخلصوش من فلوس ديال الشعب، هذوك الناس ما خدامينش على الشعب، هذوك الناس بحال دي كومباني بريفي تيتخلصوا من ناس اخرين باشهارات بعيد كنا البعد على الضرائب ديال الشعب. هنا فين كاين الفرق بينك وبينهم. غادي ندوي على اللي كتقول لهم اجيو تحاسبوا معنا. انا تنأكد لك 200% الا تحاسبوا معك ومع ناس اخرين ما غاديش يعجبكم الحال. هذه وحده. حاجه اخرى اللي غادي نهضر عليها هو الناس تقول الحكومه واقفه بالبرلمان وبالوزراء وبالعمال. متفقين معك، وحنا تنشكروا كاع الناس اللي واقفين مع المغرب وواقفين بالوطنيه ديالهم وواقفين مع الشعب وخدامين باش يوقفوا مع الشعب هو الاول يزدوا بالمغرب قدام، وخدامين باش يتخلصوا بيان سور خصهم يتخلصوا. الا كانت الحكومه والمغرب واقف بهذا الشيء هذا، انا غادي نقول لك الراي ديالي بان هاد الناس اللي تتهضر عليهم نتايا وانت معاهم ما دايرينش خدمتكم. تو سامبلومون كنتو دايرين خدمتكم كون تندوي على قبل كورونا ومن بعد كورونا. قبل كورونا كانوا عندنا مشاكل في البنيه التحتيه، جات كورونا وبينت لنا مزيان لو بروبليم فين كاين، لانها جائحه كبيره. فينا هما السبيطارات، فينا هما الاطباء، فينا هما الفرامليه. هادشي اللي في المغرب ما كافيش، كامل الناس تعرفوا هادشي هذا، ما كافيش باش نوقفوا في الجائحه ديال كورونا ونفكوا المشكل. فينا هما يا الاطر، فينا هو لا بروف كتستثمروا في الناس. علاش عندنا مشاكل في التعليم اللي غادي تينحط؟ علاش عندنا الاجرام غادي تيكتب؟ علاش عندنا مشكل في وسائل النقل؟ علاش عندنا البطاله تتزاد؟ علاش عندنا الناس تدخلوا الحباسات بزاف؟ علاش المناطق النائيه وقف معها غير الله سبحانه وتعالى؟ علاش الحكومه ما توقفش مع دوك المناطق النائيه اللي عندهم مشكل في الماء الصالح للشرب؟ اقل حاجه بنادم تتوقع من الحكومه هي ان توصل لي الماء وتوصل لي الضوء. حنا اليوم تنشوفوا ناس اللي تيمشيو دي كيلومتر باش مساكن يهزوا واحد شويه الماء من شي بلاصه. ما فهمتش انا واش انايا يمكن ما شفت شي حاجه ولا الشعب المغربي ما شافهاش ولا ما شفناهاش. نطلبوا من هذا السيد هذا يوريها لينا ورانا الخدمه اللي دايرين. فجات ومن هذا الشيء هذا كامل تستعمل سياسه القمع باش تقمع هاد الناس هادو وباش تسكتهم بالقانون باش ما يبقاوش يهضروا. كما القانون اللي بغيتو تخرجوا ديال اللي قاطع شي حاجه يدخل الحبس ويدي غرامه ماليه. حنايا في دوله ديمقراطيه ودوله غاده في اتجاه
صحيح وحنا احسن من بزاف ديال الدول. دابا غنبداو نرجعوا للور باسكو مصالح شخصيه ديال الناس في الحكومه خصنا نقمعوا الشعب. غير معقول، غير معقوله وغير مقبوله بتاتا. والغريب في الامر هو ان الحكومات ديال العالم كامل ما كاينش شي حكومه اللي كتقلب على لا سيكوريتي ديال لا روتريت ديالها ولا كتقلب على المصالح ديالها دابا في هاد الازمه هادي. مي باغ كونطخ تتقلب على المصالح ديال الشعب وتتقلب على المصالح ديال لي زونتربرونور. علاش؟ لان ديك الشركه الصغيره هي اللي غتزيد بينا القدام. لان الشركه الصغيره تتهز معاها هذوك الناس مساكين اللي على قد الحال، الناس اللي ما عندهمش دبلومات، الناس اللي عندهم دبلومات صغار، وغاده بالعجله ديال ليكونومي. سو الحكومه المغربيه شنو دارت لهاد الناس هادو؟ هاد المقاوله الصغيره، هاد المقاوله الصغيره تتقتل فيها، تتصيفط لي فيها الناس الحبس اللي فيهم الناس ديال الجاليه، الناس ديال لي زيترونجي والناس ديال الداخل. هادو كلهم دي جون اللي حنا عرضنا عليهم وجلاله الملك نتايا عطيتي دعم باش تزيد بالشركه الصغرى القدام وباش نحسنوا من ليكونومي ديال المغرب. لان لو موند اونتي تيعول على المقاوله الصغيره لان هي اللب ديال ليكونومي، هي القوه ديال ليكونومي. اليوم جات الملك كاين ناس منهم عيالات ومنهم جاليه كاين اللي هرب مابقاش غادي يرجع لان عنده شيكات بزاف وخسر اموال طائله وقالوا ليه سد احترم القانون دابا دفعوا الشيكات هرب. كاينين واحد السيدات اللي هما عندهم مقاولات ديالهم صغرى ودابا هما هربانين ومخلوا المقاوله الصغرى تيجيريها هذاك العامل ديالها اللي هو ما عندوش خبره باش يجير المقاوله الصغيره. وحنايا في حاجه كبيره لهذه المقاولات الصغرى دابا في هذا الوقت الحالي هذا، وغنحتاجهم اكثر باللي غتحبس كورونا ونبغيو نزيدوا بالايكونومي لقدام. واش غادي نجيبوا دي جونز جداد ونعلمهم ليكونومي ونتقلوا الرويده ديال ليكونومي بشويه، ولا نحافظوا على داكشي اللي عندنا دابا ونتعاونوا معاهم ونلقاو لهم حلول باش يبقاو خدامين معنا، خلصوا الضرائب ديالهم وليكونومي غاده. وهذه بصراحه غتكون مهزله تديرها الحكومه المغربيه اللي كتخلي لي زونتربرونور تيحسوا بانهم دي كريمينال وتتحطوا في السجون مع المجرمين اللي تيقتلوا، المجرمين اللي تيغتصبوا، المجرمين اللي هما دي بروفيسيونيل في الاجرام. لان السجن عندنا في المغرب ما منظمش، اللي شافر بيضاء تيدخل مع اللي قاتل واحد. السجون فيها مشاكل في المغرب، هذا مشكل اخر ما نهضروش عليه اليوم. جلاله الملك باللي تتنوض الحكومه بنفسها تطالب في هذه الوقيته ديال الازمه ديال كوفيد 19 تطالب بالرواتب ديالها. الحكومه صيفطت واحد الميساج للشعب كامل اللي ما عندوش تقاعد مزيان، قالت لي راه خصك تنوض تدوي على حقك لان التقاعد ديالك انت راه ما مزيانش وما تدويش وحنايا تنتخلصوا بزاف وتنهضروا. هي قالت لهم نوضوا. حنا ما تنلوموش هذوك العسكر اللي ناضوا تيدويو على حق لا غوتريت ديالهم لان ما تيتخلصوش مساكن مزيان وتكرفصوا، وكاين اللي مات والعائلات ديالو تكرفصات ولا غوتريت ديالهم 10000 ريال. هذوك ما غاديش نلوموهم لحقاش خرجوا تيدويو على حقهم، وما غاديش نلوموا هذوك لي زانفيرمي تيدويو على حقهم دابا ما عندهمش لي مويان وخارجين تيدويو اضرابات، وما غاديش نلوموا كاع الناس اللي غادا تخرج على التقاعدات لان الميساج جا من الحكومه. واش هذه حكومه اللي في وقت الجائحه خاصها هي دير سياسه تقشف في الوزارات في البرلمان في لي صالير وتتبين للشعب راه حنا معاك في وقت المحنه معاك في وقت مزيان راه حنا معاك. ولكن دابا بلي هذه تتكون حرب عالميه
علينا كاملين، والمغرب تيتسلف، والمغرب تتعطيه اعانات، والحكومه المغربيه خدامه بلا مبالاه وباغا لا غوطخيت. راه ما نلوموش الشعب اللي خرج للشارع كيطالب على حقه، لحقاش هاد الناس هادي تكرفسات بزاف وخدمات 20 عام وخدمات 30 عام وخدمات 40 عام، والصالير ديالها ما تيخلصش لا الكراف لا غوطخيت. سو عندنا انحطاط وعندنا مشكل كبير في المعاشات في المغرب. الحكومه المغربيه جبدات هذا المشكل هذا في وقيته اللي ما خاصناش نجبدوها. وانا بكل صراحه وما كامل احتراماتي للناس اللي خدامين في الحكومه، ما فهمتش كيفاش تتفكروا، ما فهمتش واش هذا وقت تدوي باش انك تصوب تصوب المعاشات ديالك في العوض اللي تنوض تقلب على الشعب اللي صوت عليك وتشوف اشنو خاصو وتشوفوا علاش في الزنقه وتشوف شنو خصو يدار ليه وتشوف واش كتنقصوا نتوما من لي صالير ديالكم اللي خدامين 2 خدمات 3. بيني وبينك المغرب ما يمكنش شي ناس يخدموا اكثر من خدمه واحده، لان خدمه واحده وما جادينش فيها. حنا عاطينهم فرصه 2 الخدامي و3 سو ماشي مرون غير واحد الدومين مرون. حنا عاطينه فرصه يرون الدومين اللي هو فيه كوزير، والدومين اللي فيه هو ما عرفتش شنو هو عضو في شي حاجه، والدومين اللي واحد برلماني وهو عاوتاني عضو في شي جماعات وعضو شي. الا ما قادش يعطيها في دومين واحد كيفاش نتوقع منه انه يعطي في لي دومين كاملين؟ سو هذا اختلال كبير في المغرب. انا تنتمنى من الحكومه المغربيه اما تعتذر للشعب وتنوض دير اللي عليها وتجيب ناس يتعاونوا معاها ويزيدوا بالمغرب من قدام، لحقاش باقي عندنا الفرصه جامي تخطاغ، ولا يتنازلوا ويخرجوا من الحكومه ويخلي الناس اللي قادين يديروا شغلاتهم. والحمد لله انا شفت دي جون في المغرب اللي هما كابابل وعارفين شنو خصو يدار في الاقتصاد وعارفين شنو خصو يدار مع الشعب المغربي باش يدوي القدام. جلاله الملك التدخل ديالك مهم ومهم جدا، وخاصو يكون في اقرب وقت باش نطفيو هذا الغضب ديال الشعب وباش نشوفوا. انا مأكد بانك في الخطاب ديالك دويتي على المعاشات. تنتمنى الحكومه دير اللي عليها، تنتمنى الاموال الطائله اللي جات ديال كورونا ودابا ما عرفوش فين مشات، والاموال اللي مازال غتجي انها تتصرف بواحد الطريقه صحيحه بان الناس كاملين في المغرب ياخذوا منها شويه شويه شويه. وتنتمنى انهم يشوفوا في المناطق النائيه، لحقاش شوف اذا كانت المنطقه النائيه منكوبه في الايامات العاديه اللي ما كانتش كورونا، دابا هما منكوبين اكثر لان العالم كامل واقف. وكنتمنى الحكومه المغربيه مره اخرى تشوف بان في الايامات العاديه مشات ليها 132 الف شركه سدات لان الايكونومي ما كانتش خدام مزيان. من بعد كورونا كنتوقعوا غيكون اعداد كبيره ديال الشركات اللي غادا تسد لان الحكومه ما دارت لهم والو، ما تعاونتش معاهم، ما عطاتهمش دي زوبسيون، ما عطاتهمش بلان اي بي سي، ما عطاتهمش ليهم. تنتمنى من الحكومه تنوض دير اللي عليها كما تنقول لكم جامي خطاغ، والشعب خصو يعاود يثق فيكم، ولا بغيتو يعاود يثق فيكم خاصكم تبينوا ليه، ما يمكنش تقولوا ليه في التلفاز، خاصكم تبينوا ليه. جلاله الملك تنشكرك وتنتمنى انك تدخل في اقرب وقت.